عسلامة ومرحبا بكم في قناتي أسرار سناء. اليوم باش نقدم لكم شكشوكة تونسية، هي شكشوكة نابلية من معتمديتي بن خيار. شكشوكة حارة مفلفلة وبنينة، إن شاء الله تعجبكم الوصفة ذي وتابعوني. نحتاجو فلفل أخضر يكون حار شوية، نص كيلو حسب العيلة متاعكم. نستحقوا طماطم فرشك، يعني هنا عملت اللي حاضره معناتها في العلب، خاطر ما عنديش انا طماطم فرشك. هنا ثوم مفصوص، هنا عندنا كرويه، ملح، وطماطم مركزه تقريبا ملعقه مش اكثر، والزيت العادي، وبيض. البيض حسب الرغبه. اول حاجه نعملوها الفلفل الحار الاخضر نهرسوه بالمهراس التقليدي، واللي ما عندوش المهراس ينجم يستعملوا في الروبو المولينكس اللي خاصه بالخضره. المهم ما يرحيهش، معناتها يبدا مقصوص طروف متوسطه الحجم. انا هنا باش نحضرها في القلايه، وانتم تنجموا تحضروها في طنجره عاديه. باش نصب الزيت هنا، حطيت القلايه على الغاز. يعني نصب الطماطم كما قلنا يلزمها فرشك. باش نقصوا عليها الثوم. يعني هنا باش نحط 5 حبات، واللي يحب اقل يحط اقل. انا نحب الثوم في الشكشوكه. نحط هنا الطماطم المركزه، ما نكثروش. هنا باش نحط تقريبا نصف ملعقه كرويه. خليوها تتقلى شويه. هنا بعد ما تقلت شويه طماطم باش نزيدو تو الفلفل الاخضر الفريشك اللي كما قلت لكم هرسته. هاو كما تشوفوا هكا مهرس، وحطيت فيه شويه الملح باش يتهرس لي معناتها اسرع. معناتها هنا ما نزيدش هنا في القلايه الملح اضفته هنا في الفلفل. هنا كما تشوفوا تقليت تسبكت. باش نزيدوا شويه ماء، ما نكثروش، ونخليوها شويه اخرى. هنا هاو التركيز نتاعها يكون هكا، لا اقل ولا اكثر. تو مش نزيدوا البيض. هنا عندكم حرية الإضافة متاع البيض، معناتها 4 3 كما تحبوا انتم حسب الكمية. أنا نخلطه هنا شوية.
هكا نوزعه على الشكشوك. وبالطبيعة قبل ما نزيدو البيض نشوفوا على الملح، نعمل هكا شوية، ما نخلطوش برشا البيض. ريحتها كما قلت لكم تهبل، خير من كيلو لحم. جربوها تو تشوفوا. رغم اللي في تونس معناتها الفلفل غالي شوية، ما سمعت اللي هو نقص شوية، اما ديما شكشوكة تفطر عيلة كاملة احسن من كيلو لحم اللي ممكن ما يفطرش حتى 6 افراد. نقصوا في النار ونخليوها شوية لين البيض معناتها نخليوه نقص شوية، واللي ما يحبش يطيبوا معناتها العظم. كما تشوفوا شكشوكتنا حضرت، ونزيدوا نشهيوها رواحنا نحطوها في صحن تونسي. هذا اليوم فطوري، وما نحكي لكمش قداش لذيذة وشاهية طيبة. بسلامة.